كل حاجة بتحصل في حياتي خير منك، بس ليا طلب. اكرمني بقى رب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجي الفتح الكبير والجواز والشغل والنبوة كمان بعد كده بسبب ثقة سيدنا موسى وحسن ظنه برب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم إني أسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ازيكم اخواتي وبناتي الغاليين؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. والله وحشتوني قوي قوي قوي. النهاردة بقى بإذن الله هنعمل الفيديو الثالث للطريقة الثالثة لتخزين الملوخية بتاعتنا. بصوا زي ما انتوا عارفين أنا بحبش غير الملوخية العريضة الحلوة الخشنة اللي ترمي معاكي سواء في الخضرة في تخزين الخضرة أو في الناشفة. يعني بصراحة ما شاء الله، يعني بحب الملوخية بتبقى ورد من فوق لتحت دي وعيدانها تخينة كده، اللي هي البلدي. النهارده بقى الطريقه بتاعت النهارده دي يا جماعه سهله بشكل مش طبيعي. يعني انا لو عامله 10 كيلو في الملوخيه مش هيبقى مشكلتي غير في التقطيف فقط، لان طريقه التخزين دي في منتهى السهوله ومنتهى الجمال بصراحه. زي ما احنا متعودين انا بجيب الملوخيه باخد منها جزء كده عشان اوريكم طبعا اللي ما شافش الاجزاء اللي قبل كده، فبوريكم الملوخيه الخضراء لازم باخد الورقه بجزء من البرعم بتاعها او العنق بتاعها كده من تحت، دي اللي هتتخزن خضراء. فانا بوريكم ايه، دايما اخلي عودين ثلاثه كده عشان ايه اعرف اللي لسه بيشوفني لاول مره. طبعا اللي متابع معايا عارف كل حاجه وانتوا احسن الناس وعارفين كل حاجه الحمد لله. اهو بصوا اهي الورده بجزء من البرعم، سنتي واحد كده من البرعم بتاعها. ما ينفعش ان انت تقطفيها ورق بس من غير الجزء الجيلاتين بتاع الملوخيه ده اللي بيديها المطه واللفه والجمال كله بتاعها. هتبقى معاكي صيصه وهتسقط ومش هتلاقي فيها اللفه دي من غير السنتي ده. يعني السنتي ده هو اللي فيه اللفه والجمال كله بتاع الملوخيه. قبل اي حاجة جبنا الملوخية قطفناها غسلناها لفيناها في ملاية قطن لحد ما نشفت خالص واتشربت وبقيت زي ما انتوا شايفينها كده، قمر 14 كده في جمالها وخضرها ونعنعتها وحلاوتها كده. الطريقة الأولى اللي أنا عملتها فيديو رقم 1 دي بنقول عليها طريقة المستعجلين، اللي احنا بقى ايه، طبعا بتاخد شغل شوية في الأول، اللي هي طريقة الصدمتين. بتاخد شغل شوية في الأول لكن مفيش أسهل منها ساعة الطبخ. هنا بوريكم الورد، بصوا بقطفه بسنتي من العنق بتاعها أو العود بتاعها كده. احنا بنسميها طريقه المستعجلين. الموظفين بقى بيجوا من بره كده يا دوبك يطلعوا الكيس يغلوا الشوربه ويسقطوه في الشوربه، خلاص بقى عملنا احلى طبق ملوخيه. اما الطريقه دي في منتهى الجمال والسهوله في تحضيرها. يعني احنا غسلنا الملوخيه ونشفناها زي ما انتم شايفين كده، ونروح معبيينها في اكياس على طول. هي برضو ما بتاخدش وقت، احنا بنفرمها وهي متجمده وبرضو تكون الشوربه بتغلي ونروح ساقطينها فيها، بتبقى عامله زي البودره في قلب الكبه. بس في تخزينها مفيش اسهل منها. يعني انت لو عامله 10 كيلو ملوخيه هتخزنيهم في 10 دقايق بالظبط. هي مشكلتك بس هتبقى في التقطيف. اهو بصوا انا حطيت في كيس الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا عبيت الكيس وزنت الكيس 150 جرام. 150 جرام دي يا جماعه انا عملت منهم كيس مش عايزه اقول لكم قد ايه، والله العظيم تحفه، تجنن تجنن تجنن، خضرة جدا، لفة جميلة فظيعة بصراحة. بصوا مفرغه الهواء الكيس عاملاه ازاي، مطبق عامل زي الورقه. يعني الكيس خليته بصوا يعني ناشف ازاي وجامد ازاي، مفيش فيه سنه هواء وفي نفس الوقت مبطط خالص، ما ياخدش معاكي اي اماكن نهائي. بصوا مفيش اسهل في تعبيتها في ثواني بتعبيها وترصيها في الفريزر بتاعك. بس بصراحة طبعا انا عملت تاني يوم او تالت يوم من اللي انا عاملاه دلوقتي، يعني من اللي انا مخزناه معاكم. حلاوتها بقى الحقيقية نشوفها بعد ما يعدي عليها شهر واتنين وتلاتة ويخش عليها السنة كده، لو لقيناها بنفس الجمال ده تبقى بالامانة من اجمل الطرق اللي تخزين الملوخية اللي انا عملتها في حياتي. الطريقة دي انا اول مرة اعملها معاكم السنة دي، او اول مره اخزنها اصلا في حياتي. انا دايما كنت احب الطريقه الاولى اللي انا عملتها معاكم دي، هي دي طريقه عمري كله. وبصراحه بدل السنه سنه ونص وسنتين كمان اللي هي الطريقه الاولى. اما دي انا جربتها حلو قوي، يعني حلو قوي لان طبعا انا عملت على طول. بصوا الكيسين على بعض عاملين ازاي،
يعني الكيسين على بعض عشان مبططين. مش انا بوريكم ان هم مش هياخدوا معاكي مساحه. لو عملت 10 اكياس بالتبطيطه دي وبططتي قوي كده عامل زي الورقه ترص فوق بعض، مش هياخد معاكي مساحه خالص. بس لو بامانه لو الملوخيه دي فضلت لمده طويله وبنفس ريحتها وطعمها ولونها وجمالها ده، تبقى دي من اجمل الطرق واسهلها واحلاها. وهتبقى من الاساسي بالنسبه لي، يعني هخزنها بالطريقه دي على طول، سهله خالص زي ما انتم شايفين كده، ما خدوش معايا وقت خالص. بصوا بقى يا حبايبي، ال 150 جرام ورق دي، النقطه دي مهمه جدا للي بيحب يعمل او عيله. لو انت عيله، ال 150 جرام ورق بيعملوا 4 اطباق حلوين. خلي بالكم النقطه دي مهمه جدا. لو انت عايزه مثلا اقل من كده اعملي 75 جرام او 100 جرام، ما تعمليش ال 150. ال 150 بالنسبه لي اكلنا وشبعنا وفاض، واكلنا تاني يوم ومش عايزه اقول لكم وفاض وخلاص، يعني مش هتقعد اكتر من كده. فانا بصراحه قلت انا هعملها على مرتين. طريقه عمايلها بقى ازاي؟ الملوخيه دي ما بتفكش، الملوخيه دي ما بتخرجش من الفريزر تفك. الملوخيه دي بتخرج من الفريزر والشوربه بتغلي، تخرج من الفريزر ايه والشوربه بتاعتها بتغلي، وتكوني بتكسري فيها بتتكسر ما بتفكش سنتي، وتكسري فيها كده وتحطيها في الكبه بتاعتك وتفرمي وهي متجمده. وبعد مجرد ما تفرمي وهي متجمده تروحي تكون الشوربه بتاعتك بتغلي، تسقطي في الشوربه على طول وهي بتبقى متجمده، بتبقى عامله معاكي زي البودر في الكبه كده. تحطي بقى في شربتك على طول بالتومه النيه كده وتطشيها. يا سلام يا سلام على الجمال وعلى الحلاوه، ما حصلتش، فظيعه فظيعه فظيعه. وعن تجربه وانتوا عارفين ان انا لما بقول لكم حاجه وجربتها وبمنتهى الامانه بقول لكم تمام تمام تمام. بس وارجع اقول تاني، لو فضلت على الوضع ده وبالجمال ده لحد مده طويله، لان انا طبعا عملت بعدها بيومين بس، يعني تاني يوم او تالت يوم، لو فضلت بالجمال ده طول السنه هتبقى من اجمل الطرق. هنا بقى احنا خلصنا. بصوا في ثانيه، في ثانيه كانت اتعملت. بصوا بصوا مفيش الهوا، مفيش هوا نهائي. بصوا الكياس عامله ازاي، اكياس متفرغه لدرجه ان هي ناشفه وجامده وملزقه كده ببعضها اهو زي الطوبه كيس اهو. بصوا ومترقق، يعني عاملاه كده زي الورقه عشان يبقى سهل حتى في تخزينه. بصوا يا حبايبي، دول انا كنت جايبه 2 كيلو ونص ملوخيه. بعد التقطيف عملوا لي 7 اكياس، الكيس 150 جرام ورق ملوخيه. لو انت عيله خليه 150 لان ما شاء الله بترمي جدا. لو انت اسره بسيطه اعملي 100 جرام او اقل كمان من 100 جرام. يعني انا اللي زي ما قلت لكم ال 150 عملوا لي اكتر من 4 اطباق كبار ملوخيه. فعشان ما نرميش حاجه حرام تفيد مننا يوم واتنين. وطبعا الملوخيه الخضراء يعني حلاوتها وجمالها للامانه اول يوم، يعني تاني يوم ماشي خلاص، يعني لو فات طبق ولا حاجه مش هنرميه، لكن اول يوم هو اجمل حاجه في الملوخيه. فما تكتريش لو انت مش عيله. وكل طريقة عملناها وخزناها مع بعض برضو هنطبخها ونجربها مع بعض ونشوف ايه الأجمل وايه اللي بيقعد مدة أطول وهو على نفس القوام والجمال واللون والطعامة والريحة أهم حاجة. وكل الطرق اللي احنا عملناها كلهم أجمل من بعض إن شاء الله. لسه بقى في كمان فيديو كمان واحد بس للملوخية ويبقى كده خلصنا الوصفات المضمونة لتخزين الملوخية سواء خضراء أو ناشفة. وبإذن الله تعالى نخش بقى على المدارس وشغل المدارس الحلو من المعجنات والمخبوزات والحاجات الجميلة بتاعت المدارس دي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي وبالتوفيق لكل أولادنا. وكده الفيديو بتاعنا السهل البسيط الجميل ده خلص، والله أحبكم في الله وأستودعكم الله. ونختم فيديو بتاعنا البسيط ده بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله.